الظروف الغامضة اللي يعني اختفى فيها، ما تعرض له من اعتداءات مؤلمة بزاف، سواء في الجثة سواء على مستوى الضرب اللي تعرض له، القتل، وخصوصا يعني والأسرة كيفاش عاشت يعني، والأم هذه لاله حياة اللي كنوجهوا لها التحية. نتوما كجمعية ما بنتوش لينا في هذا الملف هذا رغم أن كل شيء متبعوا؟ نعم، بالنسبة للجمعية متبعين الملف، ربما من أوائل الجمعيات اللي اهتمت بالملف، بدليل على أن أول لقاء اللي دارت السيدة حياة مع دوزام دارته في المقر الجمعية. ياك أول لقاء ديال التصوير مع دوزام كان في المقر ديال الجمعية. إذا المشكلة اللي عندنا في هذا النوع من الملفات هي فاش كطول. هنا فاش كنهضروا على الزمن القضائي، الهضره ديال الزمن القضائي، مثلا هذا الملف من 2007 إلى الآن، واي 17 عام في ملف كان ممكن يتحل في 3 شهور ولا 4 شهور. 17 عام. لأن فاش كيطول الملف كيصعب عليك انك كجمعيه انك تتابع. اولا العدد ديال الجلسات، خصك محامي اللي بقى مقابل غير هذا الملف اللي صعيب بالنسبه لنا هنا. مؤخرا عاوتاني تم الاتصال بنا بالجمعيه من اجل الملف. هذه المره انا حاولت نتناوله من جانب اخر، الجانب القانوني كما قلت لانه طويل وفيه بزاف ديال الحوايج. اذا حاولت ما امكن ان اركز على اللوطوبسي، على اعتبار ان التشريح الطبي اولا لان قريب من ماشي اختصاص ديالي، ولكن على الاقل كنفهم فيه شويه. اذا كاين هذه الامكانيه. النقطه الثانيه لان قلت يمكن الجثه والتشريح الطبي يعطينا بعض المعطيات او لا توقف على بعض الخروقات اللي وقعت. بالنسبه للخروقات اللي قدرت نوقف عندها، وهذا التوضيح ماشي موقف الجمعيه كجمعيه، هذا موقف ديالي انا، لان باقي عندنا اجتماع المقبل ديال المكتب المركزي غادي نناقشوا هادشي بلي ديتاي، ولكن نظرا انك سولتيني غادي نجاوبك، مع العلم على ان ما ساقوله تقاسمته مع احد الاساتذه المعروفين في الطب الشرعي. صافي دير انني حاولت ما امكن المعلومات اللي عندي زائد هذا باش تكون عندنا فكره واضحه، باش ما نظلموا حتى واحد، وتكون لان الهدف ديالنا هو الوصول للحقيقه والوصول لتحقيق العداله. ففيما يتعلق بالتشريح الطبي، الخرق الاول او لا الخطوه الخاطئه الاولى اللي دارت كما كيعرف الجميع، لان الدار البيضاء التشريح الطبي كيدار يا اما في مؤسسات، يا اما في مستشفى بن رشد، او لا كيدار في مستشفى الرحمه. اذا عندنا جوج المؤسسات اللي كيدار فيهم التشريح. الملف الاول خرج عوج فاش ديناه للرحمه، كان خصنا نديوه للسي اتش. علاش؟ لان اولا الوضعيه ديال الجثه اللي لقينا ان هناك احتمالات كبيره ديال ان هناك عمليه قتل، اذا كان خصنا نديوه المستشفى الجامعي. هذا خطا. علاش؟ لان اولا مع كاع الاحترام ديالي للطبيبه اللي في مستشفى الرحمه والمجهود اللي كدير، انها ليست مختصه في الطب الشرعي، ليست مختصه في الطب الشرعي، ميدزا ايجينيست، طبيبه ديال ليجين، وهما اللي كيديروا لوطوبسي في بزاف ديال المدن. هذا الاول. اذا كان خصنا نديوها فين كاينين الاطباء المختصين في الطب الشرعي. هذا علاش ما داوهاش؟ اذا تنقول لك هادو هما الاختلالات في الملف، ما عندكمش شي فكره علاش؟ لا انا تنقول لك انا انت كترصد واخا انا هادشي اللي كنوقفوا عنده، وديك الساعه القضاء اللي خصو يسول هادشي والنيابه العامه توقف على هادشي كامل. اذا قلت هذا هو الخطا الاول. علاش؟ لان كون ديناه لان على حسب ما قيل حول الجثه انها محروقه وان هذا بزاف ديال الحوايج. اولا كون ديناه للسي اتش لافونتاج اللي فيه هي انه سان سونتر ملتي ديسيبلينير، اختصاصات متعدده. هنا اللي بغينا غنلقاوه. في مستشفى الرحمه ما كاينش هادشي. مثلا فاش كنلقى انا الايدي ولا الارجل محروقه جي بوزوان دان سكانر، سكانر كاين في سي اتش، ما كاينش في الرحمه. ثانيا فاش كنلقى مثلا كتهضر هي في التقرير ديال الطب الشرعي كيهضروا على لي فيرمين وهذا دوك الدود اللي كاين، اذا هذوك الدود كيبان الاهميه ديالهم الا كنت في مؤسسه اللي قادر نحلل داكشي، نحلل النوع ديالهم، نحللهم هما النيت بنفسهم باش نعرف شنو فيهم باش نقدر نتراسي. هادشي في الرحمه ما كيدارش. اذا الخطوه الاولى هي هذه، هذا هو الخطا الاول اللي دار، انني جي ديفيت، وخاصه لانه اللي معروف في علم التشريح ان فاش كيدار التشريح الاول فاش كتجي التشريح الثاني ما كيعطيك والو. اذا فاش مشينا صافي لينا كلشي تيكون اختفى، لنا الطبيب فتح شاف قلب، دونك ما كيكونش عندك الجثه ما كتبقاش تهضر نفس اللغه.
اذا هذا هو الخطا الاول. الخطا الثاني هي ان الطبيبه ما هضراتش لا في لوطوبسي ديالها لا من بعد، ما هضراتش على التقرير اللي كيكون مصاحب للجثه. كيفاش تيديروا هذا؟ كيديروه لي جوندارم ولا البوليس. مثلا هادشي عندنا في المغرب، في اوروبا مثلا في بلجيكا، فرنسا، الدول المتقدمه، ان فاش كيكون في هذه الحاله ان جثه كتلقى، كيتم الاتصال مباشره بالطبيب الشرعي اللي خصو يحضر ذاك الساعه. يجي يعين المكان. جوستومون، لانه هو اللي غيدير التشريح. ما يمكنش انا ندير التشريح على شي حاجه جايبها لي انا ما عرفاش كي كانت وفين محطوطه وكاين وشنو هي الاهميه اللي غادي نحتاج وشنو اللي ما غاديش نحتاج. اذا في مسرح الجريمه في البيريمتر الضيق الاول خص يكون طبيب شرعي. الشيء اللي ما كانش مع ما كانش. بل اكثر من ذلك ان حتى ذاك التقرير الاول ديال لا جوندارموري ما هضراتش عليه الطبيبه. وهي ملزمه في طبعا دير التقرير. ماشي خصها تقرا ذاك التقرير، لان فاش كتقرا التقرير مثلا انا مثلا غتقول لي لقيت الجسم في مكان ضربه فيه الشمس بزاف، ماشي بحال لو قلتي لي راه لقيته تحت الشجر، لان لا ديتيريوراسيون ديال لو كور في الشمس ماشي بحال في الظل. لي كونديسيون اللي كاينين كامله خصها تكون هي على الاطلاع بهم عاد تنبدا الخدمه ديالك التشريح. ماشي كتجيب لي جسم كنبقى نسيبوزي بوكو تشوز. اذا هذا الخطا الثاني. هذا الخطا الثاني. الخطا الثالث هي ان فاش قريت انا لوطوبسي شفتها انها لان الاحتمالات اللي كانت تيهضروا على التسمم، تيهضروا على الاوفردوز، تيهضروا الحاله ديال الكور كما كتقول هي لقاته متحلل بشكل كبير جدا. اذا اش كيبقى ليا؟ كيبقى ليا الشعر. كان خص يدير ان بليفمون ديال الشعر ديال الثاني. علاش؟ لان كل سنتيمتر في الشعر كيعطيك شهر ديال الوضعيه ديال الانسان. كل سنتيمتر كيعطيك شهر. اذا الا كان شي تسمم ولا اوفردوز كتبان في الشعر. هادشي ما كاينش في لوطوبسي. كان خص دير بريليفمون ديال الشعر، ما دارش شيء. ما كاينش هادشي. ما عرفاش ولا ما عندهاش؟ انا تنقول لك ماشي مختصه، ماشي مختص. ما الملف كبير عليها كان خص تعطي. بحال مثلا كتقول لك هي على ان لقات الراس ديكابيتي. اوكي، لان الراس مقطوع عندنا جوج ديال الاحتمالات. يا اما الراس تقطع بآلة حاده ولا هذا، او لا التحلل ديال الجسم خلى الراس يتقطع. هذه جدا. شحال هي؟ ما عقلتش انا واش 19 يوم؟ 19 يوم. بعد لا من 19 يوم ما كتعطيكش التحلل انا توصل، ولكن على الاقل تنقول اون جينيرال. ولكن انا فاش كنلقى الراس مقطوع اول حاجه كنمشي للعصب ديال اليدين وديال الرجلين، لان لا بقاو العصب شادين ما يمكنش الراس يطيح لراسو. الا لقات هي الراس مقطع خصها تقلب العصب. وي لقات العصب شادين بمعنى ما يتحللش. اذا هذاك الراس ما دارتش هذا، ما شاش الاعصاب، ما كاينش هادشي. هذا الخطا الثالث. الخطا الرابع هذا. الخطا الخامس اللي كان هو الغسل ديال الملابس. هي في التقرير ديالها كتقول ان غسلات الملابس وهذا ما حقاش. طيب ما عندهاش حق تغسل الحوايج. ما عندهاش حق. هذاك اللي يقدر يكون فيه الدم يدار بريليفمون، يدار بوكو تشوز كي انديك اللي غتنفع من بعد في التحقيق. بل ديك الساعه الملابس يحسب. هي علاش تغسل الملابس؟ ما هي قالت لك غسلاتهم. علاش؟ ما تنقول لك انا كنقول لك شنو الاخطاء، ما غاديش نجاوب عليها. ما تنقول لك انا لان الملابس في هذه الحاله كيداروا في هذا وكيداروا في ان تمبيراتير امبيونت، صدير واحد درجه الحراره باش كيحافظوا على الرطوبه ديالهم وعلى الوضعيه، باش اي وقت بغينا نبريليفيو الدم غادي نديروا بريليفمون دو سون منهم. فاش غسلتيهم ما بقى والو. بحال اخفاء. وي. ثانيا كما قلت قبيله ان الان الناس كتسائل اشنو يمكن نديروا. الان بقات لنا حاجه واحده اللي بقات، هما العظام. نشتغل ان خص دار اوتوبسي على العظام، يمكن يعطيونا بعض دي زانديكاتور ماشي قويين. واش كاين شي كسر مثلا؟ دابا مؤخرا تيقول لك حكاره الجثه نهشات من طرف الكلاب ولا شي حاجه ماشي صحيح. اذا لا كانت نهشات اذا بان لي تراس في العظم. داكشي اللي قلت لك انا كنا في سي اش يو. شنو يقدر يعطينا السي عزيز العظام؟ يعطيني الحالات؟ لا كيعطيك اللي كان كسر مثلا، اللي كان الكلاب غتلقى لان الكلب فاش يعض ما كيوقفش عند اللحمه تيوصل حتى للعظم. دونك جو في تروفي لي بوينت كيعطيك مثلا الوضعيه ديال الكسر. الا كان شي كسر مثلا على حساب لوطوبسي هناك حديث على كسر تحت الانف، وكذلك كاينه شي ثقب في الجبهه وهذا. دونك داكشي قلت لك انا كون مشينا للسي اش يو النهار الاول ودرنا ان سكانير لو كور كامل يبان لنا كلشي اللي كاين. نديروا لي راديو لي نيسيسير لان في العظام لي راديو اكس هما اللي كيعطيو بوكو دو دوني ديال لو كور كامل. هذيك الساعه غتبان لنا كاع الاختلالات اللي كاينه. كاين
احتمال بسيط جدا، ولكن لان دابا فات الوقت. دابا هذا هو المشكل اللي كاين، هي اننا كنهضروا ماشي في 19 يوم، كنهضروا 17 سنه. مثلا ديك الساعه في 19 غير ديال المحاكمه جوستومون. لا هي هذه يقول من التالي لان هو مات في مارس ولا طوبسي دارت في افريل. ديك الساعه كاع اللي نفرض هذا الشيء كامل غادي نقول ديك الساعه كان على الاقل نديروا شويه ديال الفلوس والامكانيات ويدار ان بريليفمون ديال لاموال المخ اللي في العظم، حتى هو كيعطي دي زانديكاسيون. يمكن هنا في المغرب ما عندناش بزاف ديال، ولكن كما كنصيفطوا التحاليل لفرنسا كان ممكن نصيفطوه. علاش هذا ما صيفطوش؟ انا ما عنديش الاجوبه. انا خليني نسولك. لا تنقول لك انا ما عنديش الاجوبه. انا كنهضر معك من الجانب العلمي في موضوع زعما ضيق بزاف، هي لوطوبسي. ما قيل وما يقال هذا صعب جدا باش ما نتجنى. لا هذا الجانب زوين عايز، لان دابا اهل الاختصاص لان هذا الملف هضروا فيه الناس بزاف. ومشكله كتلقى واحد ما عندوش المعطيات والاختصاص كيزيد يخلق البلبله في الوعي ديال الناس. طبعا هذه المعطيات اللي عطيتينا كلها مزيانه. باقي شي خطا اخر باش اذا بالنسبه كذلك بالنسبه للمطلب ديال المحاميين هو ذاك المحضر 98 ديال الجندرميري ما خداتوش الطبيبه، ما خداتوش، ولكن كان خص يستدل به في المحكمه على حساب المحاميه. شفت شي حاجه كتقول لك على ان هناك مجموعه ديال الاوراق محيدين منه. اذا داكشي قلت لك انا الزمن القضائي مهم، لان كنت تبعنا الملف في 2007 لو كور كان باقي يعطينا بزاف ديال الحوايج. لو كور كان يعطينا بوكو دو دوني، الان ما عنده ما يعطيك. الان الحاجه الوحيده اللي يمكن يعطينا هما العظام، وكتطلب ان تكنيك تريز ابروفوندي. كنظن هذه المعاناه ديال هذا الملف تستحق على ان هذه الجثه نصيفطوها لبرا وغادي يجيبوا لنا بوكو دو دوني. نظركم سي عزيز هذا الملف هذا علاش خدا هاد الابعاد؟ واش لانه يعني الضحيه ولد الشعب بسيط كيبدا كيروج للبعض، او لان اطراف يعني طبعا لان الان كل الاحتمالات وارده، كل الاحتمالات وارده. الان الملف امام القضاء دونك ما يمكنش نعطيه شي حاجه اخرى، ولكن على الاقل انا مشيت للجانب التقني اللي على الاقل قادر نجاوب فيه ونتحمل فيه مسؤوليتي. ان لوطوبسي هل الاخطاء اللي كانوا فيها او لها التقديرات اللي كان خصها دار باش يمكن لنا نجاوبوا على بزاف ديال الحوايج. خاصه انا بالنسبه للطبيبه كتقول لك ان الاحشاء الداخليه ما بقاوش يمكن، ولكن في 19 يوم هنا كاين السؤال الاخر انها مثلا داكشي اللي قلت لك قبيله دوك لي فيرمين داك الدود اللي كاين، التحليل كان يعطينا بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لان كون حللناه غادي يقول لنا الجسم فين كان، يحدد لك المكان. واش كان في بلاصه فيها الشمس، بلاصه فيها الظل، كان فريغو. هادشي ما دارش.